وتعتقدين أن صناعة الكنافة الفاخرة تتطلب قائمة طويلة من المكونات والتعقيدات. ماذا لو هاي تواسيس النوع صنع ألذ كنافة بالقشطة بمكونات متوفرة في مطبخك الآن؟ نعم، 3 مكونات فقط ستجعلك ملكة الحلويات في منزلك وتذهلين ضيوفك في سهرات رمضان. القادمة تابعي معي هذا الفيديو للنهاية، لأن السر ليس في كثرة المكونات بل في لمستك الخاصة والطريقة الصحيحة التي سأكشفها لك الآن. نبدأ أولاً بعطش الشيران أو قطر الحلويات، فهو سر التوازن في هذه الوصفة. في وعاء صغير نضع كوبين السكر مع كوب واحد من الماء. تذكري جيداً نتركه يغلي على النار لمدة 5 دقائق دون تحريك لضمان الحصول على قوام مثالي وشفاف، ثم نطفئ نتركه يبرد تماماً. والآن ننتقل إلى نجمة السهرة الكنافة. بكل بساطة نمزج خيوط الكنافة مع الزيت ونفركها بحب حتى تتشرب كل ذرة منها. هذا المكون اللي سيمنحها القرمشة الذهبية المطلوبة. نحضر قالب البايركس الخاص بنا ونضع الطبقة الأولى من الكنافة، وهنا يكمن سر اضغطي عليها بقوة لتشكلي قاعدة متماسكة وصلبة. بعد ذلك نضيف طبقة قشطة الغنية اللي حتذوب في الفم، ثم نغطيها بلطف بما تبقى من الكنافة. لنغلق هذه اللوحة الفنية وفي فرن محمى مسبقاً نضع البايركس في الرف الأوسط على نار عالية لمدة 10 دقائق فقط لنسمح لها بالنضوج من الداخل أولاً، ثم نشعل النار من الأعلى لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى تكتسبي هذا اللون الذهبي الساحر اللي يسرق الأبصار. وهي ما زالت ساخنة ترتدي رداءها الذهبي، نسكب فوقها القطر البارد. استمعي لهذا الصوت واشعري بالرائحة اللي تملأ المكان. كنافة منزلية اقتصادية وبطعم ينافس أفخر المحلات. جربيها اليوم وأخبريني برأيك في التعليقات، ولا تنسي الاشتراك لتكتشفي معي أسرار أخرى تجعل من يومك أجمل وأبسط.